ينقل الشهيد السيد عبد الحسين دستغيب رضوان الله عليه قصة في بعض كتبه، يقول: رأى أحدهم الشيطان ورأى إبليس، فقال: يا إبليس اغرب عن وجهي، إن العالم الفلاني قد فضحك، كتب كتابا عن مكائد إبليس اللعين الرجيم، والآن أصبحنا على علم بمكائدك وخططك وأحابيلك. وإذا بإبليس يضحك، تعجب، قال: لماذا تضحك؟ قال: فلان لم يكتب الكتاب إلا بأمري. قال: كيف كتب الكتاب بأمرك وهو عن أحابيلك؟ قال: جئت له ووسوست له وقلت له: اكتب كتابا عن مكائد إبليس، حتى يقول الناس: ما شاء الله، فلان مروض نفسه ويعرف إبليس جيدا، ومن قوته كتب كتابا عن حبائل إبليس، فأنا الذي أمرته بكتابة الكتاب. هذا أحيانا قد نقع فيه، نجلس في جلسة، أنت تتكلم وأنا أتكلم وأعطيك وأزيدك من الشعر بيت كذا وكذا كذا وكذا، والدافع في كلامي ليس وجه الله تبارك وتعالى. الدافع في كلامي: التفتوا إلي أنا فأنا أعلم وأنا أعرف